مكة من أوائل ما استوطنت، لماذا ولماذا سميت بكة؟ يا سيدي بكة هو اسم الحي داخل مكة الذي فيه أول بيت وضع للناس. لو قال وضع بمكة يجوز نقل الكعبة الشريفة إلى حدود مكة، حدود الإحرام حاليا، لكن لا يسمح إلا ببكة بذات الموقع. لذلك عم تعصيتك ولو هدمت يجب أن تبنى بذات الموقع تماما. فحينما أراد أبرهة ابن الصباح تغيير الموقع قامت السماء ولم تقعد وجعلهم كعصف مأكول. أما حينما هدمت ولو بعد الرسالة الإسلامية السماء لم تتحرك حين إذا كانت ستبنى بذات الموقع، لأنه انطلاق البشرية، فالبشرية ما عندها برمجة للذهاب إلى موضع آخر. كان لا سمح الله فشل موسم الحج، الناس لا تذهب إلى بكة حصرا. لو نقل الحج إلى أي مكان آخر في الدنيا غير هذا الموقع المبارك في الجزيرة العربية لن يحج إليه أحد. وأذن في الناس في الحج ولو إلى أوروبا ولو إلى أمريكا ولو إلى أستراليا لن يحج أحد. الحنين إلى هنا. لذلك الله سبحانه وتعالى عارف أنه سوف يفشل لا سمح الله موسم الحج إذا نقل مكان الحج أو البيت العتيق. لن يتطوفوا، مع أنه بنى القليس أو الجايز في صنعاء، لكن السماء لم تسمح أبدا. إذا البشر غير قادرين على منع نقل الكعبة فالسماء تدخلت مباشرة. أما يأتي سيل يهدمها ويم مكانها أو تنقض، أهم أن مكانها ما تغير لأن إبراهيم رفع القواعد. نعم منها. صحيح. طيب وين ترى أن آدم كيف إذا قلنا أن آدم كما تقول الألواح السومرية نعم أنه في منطقة أن جنة المأوى نعم موجود. طبعا أنت عارف أنه في خلاف كبير، الجمهور صحيح على أنها هي جنة سماوية. نعم. وفيها رأي ترى أنها هي جنة أرضية. نعم. ترى أن آدم وين عاش بالضبط؟ وفي مكة؟ يا سيدي عاش حكما في مكة. لذلك كل أبناء آدم الله يخاطب إبراهيم وأذن في الناس وليس في الذين آمنوا. إذا كل الناس على الإطلاق مؤمن وغير مؤمن عنده حنين لهذا الموقع. وأذن في الناس في الحج يأتوك بلا نقاش، مبرمجين للوصول إلى هذا المكان، برمجة داخلية إلهية. أسماك السلمون معلومك تقوم بعمل انتحاري عكس التيار لوضع البيض في ذات الموقع. السلاحف البحرية تجتمع بذات الشاطئ ولو هي بعيدة آلاف الكيلومترات في المحيطات. الطيور المهاجرة القميري والصفار صحيح. يرجع من سيبيريا يجي إلى أفريقيا عشان يضع صحيح. مع أنه يجي فترة حر. نعم. في منطقة روسيا. نعم. ليش ما يبيض هناك؟ ليش يقطع كل المسافات ذي؟ الحنين إلى الموطن الأول حتى عند البشر سيدي. ولو إنسان توفي خارج بلده يوصي أن يدفن الجثمان في بلده. ولذلك احنا أهل الطيور أول. الطيور عندما تبيض بأفريقيا وتفرخ وتطير ترجع ثانية لسيبيريا، ايش تسوي؟ ترجع ثاني لوضع البيوض. ترجع للمكان اللي هي فقست فيه. تقطع كم كيلو؟ مئات الآلاف من الكيلومترات، عشرات الآلاف. لذلك هذه المنطقة المباركة هي منطلق الإنسانية كاملة. وأذن في الناس في الناس في الحج وليس الذين آمنوا فقط. أما هناك خدعة قالوا إنسان نياندرتال وإنسان بكين. يا سيدي إنسان نياندرتال كله وجدوا سن، ربما مو سن إنسان، سن فقط، بنوا عليه هيكل من الجبس وقالوا هذا الإنسان الأول. هذا إنسان النيردنتال، هيكل من الجبس علشان ينفون نظرية الخلق في القرآن. نعم. لكن وجدوا سن، يعني لم يجدوا هيكل عظمي، بنوا عليه هيكل عظمي من الجبس لكي يعني يقدموا أكذوبة ربما أنه هنا بألمانيا وجد، لكن وجد هنا حسب النص القرآني. طيب وين ترى الطوفان حصل؟ ضمن هذه المنطقة. ضمن منطقة. ولذلك القرآن الكريم لم يتحدث عن الرسالات أو الحضارات إلا في هذه المنطقة، لم يتحدث عن حضارات أخرى في أوروبا أو الصين أبدا ولا الهند. هنا كل القرآن الكريم والقرآن العظيم الذي هو هدى للناس، أن يهدي الناس إلى أن موطنكم الأول كان هنا في جزيرة العرب. هدى للناس وليس للذين آمنوا فقط. إذا طوفان نوح ترى أنه حصل في جزيرة العرب، ولا يمكن أنه يصير بالكرة الأرضية كلها. لا حتما أرسلنا نوحا إلى قومه فقط. إلى قومه فقط. يعني وهو من نوح بن شيث. نعم ابن حام. نعم. ابن آدم. لا يعني سام وحام أولاد نوح. صحيح. هو يعني أول يعني بعد آدم جاء إدريس وبعده جاء نوح، ولذلك يعتبر نوح آدم الثاني.
وجعلنا ذريته هم الباقين. اللي في السفينة. فنوح يمثل آدم الثاني. وأيضا لو أنه نوح لو أن الطوفان حصل بالكرة الأرضية كلها كان اضطر نوح يصنع سفينة ضخمة ويحط فيها الدببة ويحط فيها الكلام، هذا مستحيل. فهو وضع فيها الحيوانات اللي كانت موجودة عنده. حتى السفينة يا سيدي متواضعة صغيرة يعني، ذات ألواح ودسر في مسامير يعني. لا حبال. الدسر الحبال. الدسار هو حبل السفينة. أول من استخدم الحديد داود عليه السلام وألنا له الحديد. الله ما ألان الحديد إلى نوح. حبال عبارة عن ألواح مربوطة بحبال سفينة متواضعة قبل تليين الحديد. نعم صحيح. أما الأزواج هي 8 أزواج، من المعز 2، من الضأن 2، من البقر 2، لازمته للحلب. وليس مهمة نوح أن يذهب إلى القطب الشمالي ليحضر الدب القطبي ويحط له ثلج. نعم، ويذهب إلى أستراليا لإحضار الكنغر. ما كان له داعي يعني ولو كان نوح عليه السلام مثلا يا سيدي أمسك ذبابة، طيب ما عنده مجهر يعرف ذكر ولا أنثى يعني، لكن أرسلنا نوح. هذا دليل أنه في الجزيرة العربية. ولذلك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت كانت مهدمة من الطوفان. نعم، لكن الله هو مباشرة وجه إبراهيم إلى مكان البيت كي لا يبني في مكان آخر. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، كي يعني وليس عشوائي. قالوا هذه الجزيرة اختار، لا، مكان البيت. شكرا. ولو يا سيدي. بارك فعلا في الحضارات من السابق، لذلك باركها الله حتى بالحضارات السابقة، وذكر في كل القرآن الكريم الحضارات في هذه المنطقة. لم يذكر حتى الحضارة في أمريكا أو حضارة الإنكا أو الحضارة الصينية، أبدا إلا كل الحضارات ذكر القرآن في هذه الجزيرة العربية فقط. هو يقولون حتى اللي بالإنكا هم خرجوا من الجزيرة. طبعا صحيح يا سيدي، منطلق البشرية من هذه الأرض فعلا. طيب ليش؟